رز وخضرة أكيد، وهتعملي معايا أحلى كباب طعمه خطير. إن شاء الله هينول إعجابكم بطريقة سهلة وبسيطة. اتبعي بس كل المقادير اللي هقولك عليها علشان تعملي معايا كباب الرز ما شاء الله اللهم بارك. هقولك كده كل خطوة بإذن الله. نسمي بالله ونصلي على رسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا هنا هستخدم كيلو من الرز، غسلته كويس، الرز المصري بتاعنا العادي، ونقعته في المية لمدة نص ساعة، مية مغطياه. وبعد كده بتحطيه في المصفى يتصفى، وبداية افرديه على صينية، حطي عليها فوطة أو على صينية عادي من غير فوطة، حطيه عندك في البلكونة كده. أهم حاجة تفرديه كويس، سيبيه بس لمدة 10 دقايق. أنا عاوزة بس الرز ينشف من المية، مش أكتر من كده، حتى تلاقي حباية الرز دايبة معايا زي ما شفتوا في المطحنة بقى بتاعة الخلاط. وتقدري بقى تطحنيه. انا طبعا مش بستعمل الخلاط بنفس الطريقه اللي انتم شايفينها، طبعا كان يتحرق مني. انا بس علشان مسرعه المقطع ده علشان ما ياخدش وقت كتير. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تقدري على فكره الرز المطحون ده بينباع دلوقتي في سوبر ماركت او عند اي عطار هتلاقيه موجود. هبدأ بقى هجيب بصلتين هقطعهم، وبعد كده في الكبة، مش متوفر عندك كبة على فكرة، في المخرطة بتاعت الملوخية تقدري تنعمي الخضرة والبصل. معايا حزمة من الكزبرة وحزمة من الشبت. في ناس بتفضل الكزبرة بس ما بتحبش تستخدم شبت، حسب بقى ما انت حابة. معايا 5 فصوص من الثوم. معايا بهاراتي سهلة وبسيطة. معايا ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه. وتقدري تضيفي مرقه ماجي فوريه بس انا ما كانش متوفر عندي. وعلشان ما يبقى الكيش حجه لو مش متوفر عندك كبه، تقدري تفرمي البصل والخضره ناعم بالسكينه وتحطيهم في شفشق الخلاط مع شويه ميه صغيرين. وبعد كده تصفي التفل بتاع البصل والخضره وتاخديهم على الرز. والميه اللي صفيتيها ما ترميهاش، حطيها على الميه اللي احنا هنسوي بيها الكباب. او لو هتستخدمي شوربه حطيها برده عليها. معايا ربع معلقه صغيره البيكنج باودر او الكربوناتو. اهم حاجه ما تكتريش زياده عن اللزوم علشان ممكن يفك معاكي لو زودتي. معايا ربع كيلو من اللحمه. بعد ما فرمت الخضره والبصل مع بعض، ابدأي بقى اعجنيهم كأنك بتعجني معجنات. هنا حسيت ان هي ناشفه فرمت لها بصله. في ناس ممكن تزود مثلا خضره بيبقى لونها غامق قوي، ولما بتحمريها ما بتديكيش اللون الحلو اللي شفتوه معايا وبتشرب زيت كتير. فانا بفضل نزود بصل افضل. هبدأ بقى أظبط الملح بتاعي واعجنيها زي ما اتفقنا لمدة 10 دقايق لغاية ما تبقى متجانسة معاكي بنفس الطريقة. هبدأ أسيبها تريح زي 10 دقايق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وهغطي برضو الوش بكيس علشان ما ينشفش معايا. شوية زيت صغيرين خالص، معلقتين من الزيت زي ما شفتوا معايا كده. هبدأ بعد ما سبتها تريح 10 دقايق، هبدأ بقى أشكلها معاكم بالأشكال اللي انتوا حابينها. هعمل معاكم كذا شكل واللي انتوا تفضلوه. هنا بقى انا هحشيها زي ما شفتوا معايا، والحشو ده اختياري. انا معايا لحمه معصجاها. اكيد كلنا عارفين اللحمه بتتعصج ازاي. والبنات المبتدئين بصلايه بتشوحيها مع التوابل بتاعتك، بتنزلي معلقتين، يعني انا استخدمت معلقتين من اللحمه المفرومه، وبتبداي تشوحيهم على النار. وممكن تنزلي ببشر طماطميه زي انا ما استخدمت. وحطيت كمان هريسه الشطه علشان حباها تكون سبايسي. علشان الحشوه ما تخرجش منها بتكوريها وتعمليها زي تجويف كده وتحطي الحشوه. وبعد كده بتعملي بقى، انا عملت شكل الكفته زي ما شفتوا معايا، والشكل الكفته انا حشيته اهو. يعني لو لاحظتم كده بحط الحشو عادي وتبداي تبرميه. وعملت الشكل اللي هو بالطول والشكل الصغير خالص. لو عندك بقى اطفال هيحبوا الاشكال دي يا سلام بقى. لو عندك شوربه هتبقى خطيره. ما عندكيش شوربه، ميه بتغلي على النار هنطعمها كده. ظبطي ملحك بقى الاول. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنزل برضو معاكم ببهارات تطعم معايا الميه. معايا فلفل اسود، حاجه بسيطه من القرفه، بهارات لحمه. وتقدري كمان لو عندك مكعبات ماجي تقدري تضيفيها. وهبشر جوز الطيب، وتقدري كمان تضيفي بصلايه تقطعيها. كل ده بيعزز بس معايا طعم الميه اللي انا استخدمتها اللي هسوي فيها الكباب. زي ما شفتوا كده بتغلي معايا، ببدا بقى اخلي النار وسط. علشان اشوف بس وانا برص الكباب، لان النار وهي بتغلي قوي انا ما انا شايفه ارضيه الحله. علشان توزعيهم كلك، ما تحطيهمش كلك فوق بعض، لا انا عاوزاكي توزعيهم في الحله كلها. ما شاء الله اللهم بارك. طريقتها سهله وبسيطه خالص. تقدري تعمليها. وعلى فكره تقدري تعملي بصدر فرخه، تفرمي صدر الفرخه وتستخدميه بتبقى طعمها خطير. وممكن مثلا ناس تقول الربع كيلو قليل لحمه لكيلو رز، براحتك بقى. انا بقول لك الفكره. والمتوفر عندك تقدري تضيفي نص كيلو من اللحمه مفروم عادي، مفيش اي مشاكل. هنا بقى بعد ما بتغلي معايا، طبعا انا كنت مخليه النار وسط. اول ما خلصت كل الكميه عليت النار. تاخد معاكي بالظبط تلت ساعه.
اول 10 دقايق بتبقى نار عاليه، بعد كده ال10 دقايق الباقيين بتبقى نار وسط، ولا بتفك ولا اي حاجه. وبتبداي كده تلاقي الميه اللي انا سويت فيها بتبدا تتقل شويه من النشويات اللي موجوده في الرز. وزي ما قلت لكم ما تكتروش من البيكنج باودر، هتفك معاكي في الميه اول ما تغلي، هتبقى عجينه. ولو انت مش هتعرفي تظبطي البيكنج باودر او الكربوناتو بلاشه خالص، ما تحطيش، هو بس بيخليها خفيفه معاكي كده، مش مكتومه. هبدا بقى اخرجهم بعد بقى ما استووا خلاص، وتحطيهم كده ينشفوا. اهم حاجه ما شاء الله اللهم بارك، في ناس بتحب تقدمهم بالطريقه دي، انا عن نفسي بحب اكلهم كده من غير ما احمرهم. للناس بقى اللي بتحب تحمره، زيت وسمنه. وطبعا زي ما شفتوا معايا انا رصيتهم على حاجه علشان ينشفوا، لان انت لو نزلت بيهم اخدت من الحله ونزلت في الطاسه على طول هيطرطش ويبهدل لك الدنيا. وتبداي بقى تقلبيه على الناحيتين، بياخد اللون، بيبقى كده مقرمش وخطير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اتمنى ان انا اكون فدتكم في الفيديو ده. وبالمناسبه انا هنا مثلا بحمرهم في تيفال. تقدري مثلا لو انت هتسويهم في الومنيوم، يفضل الطاسه الالومنيوم تكوني عامله فيها حاجه قبل كده، مثلا محمره فيها بطاطس، علشان لما بتحمريهم في طاسه الومنيوم بيلزقوا معاكي حتى لو سخنت الزيت. فانا بفضل تكوني سويتي فيها حاجه قبل كده، وتكون عادي هتستخدميها، تقللي كميه الزيت اللي موجوده فيها. لو انت مثلا كميه زيت كتيره كنت بتعمليها في البطاطس، قلليها وسخني الزيت وابداي حمري فيها. ما شاء الله اللهم بارك، شايفين معايا واخده اللون التحفه. ولو حباها تفضل مقرمشه كده من بره، ما ترصهمش فوق بعض، لان انت لو رصتيهم فوق بعض وهم سخنين هتبدا القرمشه اللي بره دي لا هتطرى معاكي. فاتمنى ان الخطوات دي كلها تكون هتفيدكم. وبالمناسبه برضو لما تيجي تنشفي الرز في البلكونه، ما تحطوش في الشمس مثلا نص ساعه، هتيجي تطحنيه في المطحنه لا مش هينطحن معاكي كويس، وهيعذبك وهياخد وقت. فانا عاوزه بس 10 دقائق كده ينشف من الميه. انا حاولت اقول لكم كل المعلومات علشان تعملوه بطريقه سهله، وتبقى الطريقه دي معتمده على طول. وما شاء الله اللهم بارك، شايفين بقى اللي بالحشوه ده طعمه كمان خطير. لايك وشير بقى يا حلوين علشان يوصلكم مني كل جديد. كنت معاكم فاتن الجندي، مع الف سلامه.